فرنسا كتعرف مبابي، كتعرف حكيمي، كتعرف دياز، ولكن كاين لاعب مغربي واحد الا دخل الماتش غادي يقلب الملعب كامل في دقيقة واحدة. سفيان رحيمي اللي ما غيرحمهمش. رحيمي معذبهم. باش تفهم علاش رحيمي خطير خاصك ترجع للقصة ديالو. لاعب كل مرة قالوا ليه ما غاديش توصل كيجاوبهم بهدف ولا في الأحلام. كاين حلم واحد تهدم في ثانية واحدة بسبب حادثة سير، وكاين طفل تربى في منزل صغير ملتصق بملعب تدريب كيتفرج من البيت ديالو على نجوم كيلعبوا، وهو حاط في بالو بلا ما يقولها لتا شي واحد انه غادي يكمل الحلم اللي ما كملوش باه. هذا الطفل اليوم هو هداف اولمبياد باريس، هو بطل اسيا، وهو اللاعب الكبير في منتخب بلاده في كأس العالم. سميتو وهاد القصة ديالو ماشي قصة ديال نجاح عادية، هي قصة ديال سقوط، وقصة ديال عائلة، وقصة ديال رقم واحد صغير 21 بقى تابعه في كل المسيرة ديالو في حياته. هذه قصة ديال طفل تربى داخل الملعب. الليلة اللي تزاد احنا دينا البطولة، وجيت انا والحاج حانات هنا. كما نزلنا من الكار خرجوا الوليدات كيجريو تيقولوا لي با راه تزاد عندنا وليد. حاج حانات الان تسولوه يقول لكم قال لي يوري سميه الرحيم، سميه البطل. حانات هو اللي قال لي هذا غتسميه البطل. قلت لي ما نسميش البطل على حقاش غنسميه طيب بطل ما عنديش شي، هذيك غنسميه سميه عاديه. ودخلت وسميناه سفيان. في حي درب السلطان بالدار بيضاء كاين ملعب ديال تدريب سميتو الوزيز اللي تابع للنادي الرجاء الرياضي، وملاصق مع هذا الملعب كاين منزل صغير متواضع. في هذا المنزل بالضبط تولد سفيان الرحيمي 2 يونيو 1996، نفس النهار اللي فاز فيه الرجاء بلقب الدوري المغربي. العائلة ديالو تتقول أن هذا النهار بقى دائما يوم خاص بالنسبة لهم. سفيان كبر وتربى في هذا البيت، دوز الجزء الأكبر من طفولته داخل مركز التدريب ديال الرجاء، ومن وسط غرفة النوم ديالو كان كيتفرج في نجوم الفريق الأول كيتدربوا، وكان كيختلط بهم داخل غرفة تبديل الملابس. طفل عادي في بيئة غير عادية. كرة ديال القدم ما كانتش هواية بالنسبة ليه، كرة القدم كانت هي الحياة اليومية ديالو كاملة. باش نفهموا سفيان غادي خصنا نعرفوا القصة ديال باه. محمد الرحيمي المعروف باليوعري كان حارس مرمى في فرق الفئات السنية ديال الرجاء، كان قريب من تحقيق الحلم أنه يوصل للفريق الأول، لكن أكسيدون حادث سير في لحظة واحدة خلع القفازات ديالو للأبد. الحلم توقف بلا ما يكمل الطريق اللي كان بادي فيها. محمد ما تخلاش على الرجاء، بقى فيها، خدم فيها العقود كمسؤول عام على مركز التدريب الوزيز، وكلفوه بمعدات اللاعبين وبتجهيزات التدريب. الحلم ديالو الشخصي توقف، لكن حياته كاملة بقات مرتبطة بالنادي اللي حبه حب شديد. وفي هذا الجو المنضبط غادي يكبر ولده سفيان كبر وداير به حلم ديال باه اللي ما كملش، وداير به عشق ديال العائلة كاملة بالفريق الرجاوي. سفيان بدا مسيرته مع براعم الرجاء، كان من افضل اللاعبين في جيله، ولكن الكرة في بعض الاحيان ما كتعرفش المشاعر. تم الاستغناء عليه من براعم الرجاء، نفس النادي اللي تربى بين جدرانه، نفس النادي اللي عاشت فيه عائلته كاملة. سفيان في هذه اللحظة فكر انه يتخلى على كرة القدم للابد، فكر يدبر على شي خدمة اخرى وينسى حلم اللي كان قريب منه بزاف. ولكن الحلم ديالي انا لعب في الفريق ديالي، أمنية ديال الأب ديالي حققت عليه. إن شاء الله نكون عن حسن ظن الجماهير ونعطي كثير الفريق البيضاء. تخيل إحساس أنك تكبر داخل الملعب، تشوف النجوم من غرفة البيت ديالك، ومن بعد يقولوا ليك اسمح لنا أنت ماشي مناسب.
وفي النهار الاخير من سوق الانتقالات سفيان صافي قرر انه غادي يتخلى على الحلم ديالو كامل، غادي يدخل خالو دخل وقنعو باش ينتقل لنادي نجم الشباب، فريق اللي في دوري الهوات بعيد بزاف على الاضواء. سفيان قبل، وكان هذا القرار اللي جا في اخر لحظه هو اللي نقض المسيره ديالو كامله قبل ما تبدا. في الموسم الثاني مع نجم الشباب تحت قياده المدرب نور الدين حراف وقع التحول. المدرب بدل المركز ديال سفيان من وسط الميدان المهاجم والجناح باش يستغل السرعه ديالو، والنتيجه 17 هدف في 28 مباراة. هذا التألق لفت انتباه جمال فتحي المدير الرياضي الأسبق للرجاء، وصيفط كشاف يتابع سفيان عن قرب. في الأخير الرجاء النادي اللي طردوا منه عاود فتح ليه الأبواب. سفيان غادي يدوز اختبار إضافي ووقع أول عقد احترافي في حياته. الطفل اللي طردوه من البراعم رجع كلاعب محترف، نفس النادي نفس الملعب اللي كبر بجنبه. ومع الرجاء سفيان توج بلقب الدوري المغربي، توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين في 2018 وفي 2021، وسجل أهداف حاسمة في نهائيات كبرى. سفيان الرحيمي دائما مصر انه يلبس الرقم 21 وماشي غير هكاك، كاينه قصه غريبه وراه. وقع اول عقد احترافي ديالو وهو في عمر 21 عام، سجل اول هدف ديالو في الديربي الدار البيضاء قدام الوداد نهار 21 ابريل 2019، والهدف كان بالضبط في الدقيقه 21. اخر مباراه لعبها مع الرجاء قبل ما يرحل كانت نهار 21 غشت 2021. يمكن صدفة، ويمكن بحال ما كيحس بزاف ديال الرياضيين ان هذا الرقم ديال 21 كان اكبر من صدفة. في 2021 سفيان الرحيمي غادي ينتقل للعين الاماراتي واستمر يبني المسيرة حتى وصل لأعلى نقطة. قاد العين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 وطلع هداف البطولة. الولد اللي كان صافي قرر أنه يتخلى على كرة القدم من صغره طلع بطل قارة كاملة. في أولمبياد في باريس 2024 سفيان واحد من 3 ديال اللاعبين فوق السن في منتخب المغرب الأولمبي، قاد الفريق الميدالية برونزية وطلع هداف البطولة. وفي واحد من الأهداف قدام العراق غادي يحتفل سفيان بطريقة غريبة، هز 5 ديال الصباع بإيد و2 الصباع بيد أخرى. الهدف تزامن مع الذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على العرش. سفيان أهدى الهدف للملك وللشعب المغربي كامل، لاعب اللي كيفكر في بلاده في واحد اللحظة ديال الانتصار شخصي. واليوم سفيان الرحيمي كيلعب في كأس العالم مع منتخب بلاده. الطريق اللي مشى فيها من بيت صغير ملتصق بملعب تدريب لطرد مؤلم من البراعم اليوم أخير، غير كل شيء بفضل خالو اللي آمن بيه البطولة آسيا الميدالية أولمبية. والحاجة الزوينة في هذه القصة هذه هو باه محمد الرحيمي اليوعري اللي حادث سير سالم على الحلم ديالو وهو قريب من الحلم ديالو، وغيجي ولده اللي غيوصل للعالم كامل كهداف. الأب ما وصلش للفريق الأول كحارس مرمى، الحلم اللي كسره حادث سير سنة كملوا الابن من بعد سنين. وراها في كل مرة كيدخل فيها سفيان الرحيمي لأرضية الملعب بطريقة ولا بأخرى باه راه تيدخل معاه للملعب. هذه هي القوة ديال الحلم اللي كيتوارث حتى من الطريق كتكون عوجة. سفيان الرحيمي هو قصة ديال لاعب ما ورثش النجومية، ورث القرب من الكرة، ورث حب الرجاء، ورث الحلم، ولكن الطريق مشى ليها برجليه خطوة بخطوة، من الوازيز لدونور للكاميرون للعين لآسيا لباريس. وكل مرة نفس السؤال كيتعاود، واش يقدر يديرها؟ وهو كيجاوبهم بقول. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش نتمناو للمنتخب المغربي كل النجاح وكل التألق ومربوحة إن شاء الله. تبارك الله عليكم.